ايه هو ده السؤال بس. يعني هو مختلف تماما مبارك عن المرات السابقة. اولا هو داخل على السرير ويعني في حالة نصف جلوس، يعني مش نايم زي ما ايوه مش نايم كالعادة. النضارة الشمسية اكثر شفافية المرة دي، بحيث انه عينيه الاثنين باينة من تحت النضارة والعينين مفتوحين، وبينظر مباشرة لقاعة المحكمة وبيجيل ببصره في القاعة بحالة من الثقة والطمأنينة والرضا. الحاجة الملفتة للنظر انه بيرفع دراعه اليمين وبيشاور بتحية رئاسية كده من وقت للتاني للناس اللي موجودين في القاعة، وبيتصرف كأنه رئيس، وكرر الحكاية دي أكتر من مرة. صحيح. طبعا بيبدو في حالة صحية أفضل بكتير من الأول، وكأن سنه رجع ل10 سنين أو أكتر. الراس مرفوعة كده في شموخ واستعلاء. بيسند دقنه على إصبعين مفرودتين أو على كفين مضمومتين في حركة كده يعني فيها نوع من الثقة بالنفس والاعتزاز بالذات. الحقيقة كان بيتصرف وكأنه عاد مرة أخرى رئيسا، على وشه حالة من الطمأنينة والرضا والابتسامة، وكان بيداعب جمال لدرجة يخلي جمال رغم أنه كان بيبدو قلق إلا أنه كان بيبتسم هو وعلاء من وقت للتاني. يبدو أنه كان بيعلق تعليقات يعني ساخرة أو فيها نوع يعني من المرح. الشكل المرة دي مختلف تماما، لأنه يبدو أنه سياق الأحداث جعل مبارك يبدو بالمقارنة بما هو قائم، وكأنه يعني في وضع أفضل، وكأنه بيقول لسان حاله بيقول يعني أنا لست سيئا كما تصورتم، وما حدث بعدي كان أسوأ. صحيح صحيح. شايف حضرتك التحية الرئاسية دي اللي بيعملها دي؟ شفتها القعدة اللي فيها شموخ واستعلاء. هي التحية بتاعته المعتادة، يعني المعتادة كأنه رئيس بالظبط. بالظبط. ويبدو أنه يتحسس يعني مشاعر الناس، ويعني يعرف إحساسهم بالإحباط وإحساسهم بالفوضى الحادثة، ويستشعر أنه الآن إذا خاطب مشاعر الجماهير فربما يجد قبولا لديهم. كان قبل كده تعتقد يا دكتور لو سمح لمبارك لو خرج براءة من هذه القضية وعاد مخاطبا الناس أن تلتف حوله الناس نظرا يعني لما فعله الإخوان؟ يعني على الأقل قطاعات من الناس ربما تتعاطف معه أو مع أحد أبنائه في مثل هذه الظروف، رغم ما حدث في عهده من طغيان واستبداد وفساد، إلا أنه ما حدث بعده يعني ربما جعل الأمور تختلف. يعني هل تحمل مسؤولية الانتعاشة المفاجئة للرئيس السابق مبارك إلى سوء حكم الإخوان؟ والله مش ده بس، يعني كل الأخطاء والنكبات والعثرات التي حدثت في المرحلة الانتقالية بما فيها أخطاء الإخوان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ما فيها خلينا نتكلم بصراحة، ما فيها أداء الرئيس مرسي نفسه. كل ذلك يعني ساهم في أن يجعل مبارك يعود يعني رئيسا معنويا مرة أخرى، أو يعود بهذه الحالة المنتعشة المبتهجة المبتسمة الراضية المطمئنة، لأنه كأنه يقول للناس أرأيتم ماذا حدث لكم من بعدي. دكتور محمد المهدي، أنا بشكرك شكرا جزيلا. شفتوا بقى عملوا فينا إيه؟ شفتوا وصلونا لإيه؟ مش عارف هم حاسين بإيه دلوقتي. هم حاسين بحاجات، أنا كان عندي حاجات هقولها بس بعد الفاصل بقى. بعد الفاصل هنقول الأخبار وهنقول حاجات عن الإخوان واللي عاملينه فينا الإخوان واللي هيعملوه فينا لسه الإخوان. يعني أنا كل اللي قلته امبارح في قضية الرئيس السابق مبارك إنه ما تتصورش في التلفزيون على الهواء، تتصور في التلفزيون اللي يصورها عايز يصورها، محطات فضائية جهنمية أرضية صاروخية كله يصور،
ويذيعوا لقطات منها في البرامج بتاعت بالليل، في البرامج الاخبار وخلاص. انما نشغل الناس تاني ونقعد الناس تاني في البيوت الصبح يقعدوا يتفرجوا وابص على الصوره، عشان البلد فيها بلاوي، البلد محتاجه الناس، البلد محتاجه صحصحه. ما تلعبوش اللعبه دي بقى تاني، كفاياكوا كده، كفاياكوا كده في اللعبه دي، كفاياكوا تشغلوا الناس بحاجات غير صحيحه وغير مهمه. محاكمه الرئيس السابق مبارك خلاص بيتحاكم، احنا بناخد حق الشهداء، سايبينه في ايد القضاء واحنا مطمنين للقضاء، القضاء هياخد مجراه، هياخد مجراه 6 اشهر سنه على ما يقعد يحقق في القضيه ويطلع لنا بالحكم. لحظه الحكم هي المهمه، مش اكتر من كده. انما ايه بقى ان احنا هنقعد نتفرج عليه وبعدين المنظر ده بيغيظ، المنظر ده يغيظ يفرس يعني. لانه الله، امال الناس قامت بالثوره ليه؟ كان ال 30 سنه شفنا فيهم ايه؟ وكان بنعمل ايه؟ يعني لما يوصل الامر لهذا المشهد، انه واصل للرئيس السابق مبارك، وصل له ان الناس ندمانه وان الناس زعلانه وان انت كويس ان انت كنت مخلي الاخوان في الوضع اللي هم كانوا فيه دوت اهو. هل حد كان يتخيل ان الرئيس مبارك ممكن في يوم من الايام بعد كل ما حدث يطلع في السجن في المحكمه ويشاور الناس بهذه الطريقه؟ هل ممكن حد كان يتخيل حاجه زي كده؟ لكن هو ده اللي حصل، هو ده اللي حصل. ف يعني مش عارف اقول ايه الحقيقه، مش يعني نعمل فاصل احسن.